رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والمنتخب المصري في مصيبه كبيره جدا. رمضان صبحي اتحكم عليه بوقف 4 سنين في المحكمه الرياضيه الدوليه لانه مش ملتزم ببنود مكافحه المنشطات. الحكم ده حكم نهائي، بس فاضل خطوه واحده بس يقدر يعملها محامي رمضان صبحي اللي اسمه هاني زهران، وقال ان هم هيعملوها. قال ان هو هيستأنفوا قدام المحكمه السويسريه الفيدراليه، وغالبا الاستئناف ده هيترفض. ممكن بس العقوبه تقل شويه، لكن الوقف تقريبا نافذ بنسبه تتعدى 95%. حكم اصلا الايقاف 4 سنين اول مره نشوفه. احنا كل اللي شفناهم قبل كده من مصر اتوقفوا كانوا سنه، سنه ونص، سنتين بحد اقصى، لكن 4 سنين دي اول مره نشوفها. ده لان المحكمه الدوليه عايزه تخلي العقوبه شديده جدا، لان رمضان صبحي ما اتمسكش وهو في عينته في منشطات، لا، رمضان صبحي اتمسك وهو بيتلاعب في العينه، او العينه بتاعته طلعت متلاعب فيها، فهم عايزين يشددوا قوي العقاب علشان ما يحصلش ده تاني. يعني تخيلوا لو كان رمضان صبحي ما تلعبش في العينه ولقوا فيها منشطات، كان ساعتها ممكن ياخد سنه ونص، سنه، سنتين بحد اقصى زيه زي بقيه الناس كلها. لكن عشان لقوا ان الموضوع فيه تلاعب ولانهم ما عرفوش يحللوا العينه بطريقه سليمه، اتحكم عليه بايقاف 4 سنين. ودي مش المصيبه الوحيده اللي عند رمضان صبحي. رمضان صبحي اصلا دلوقتي مسجون بالتهمه الثانيه بتاعه المعهد، وانه مزور دخول الامتحانات ومخلي واحد تاني يمتحن مكانه. في موضوع المعهد ده بالذات عندي فيه اسئله كتير. اول حاجه، المعهد ده بيروح له اكتر من لاعب، ونفس السمسار بيروح له اكتر من لاعب. ازاي كل السنين دي قبل كده محدش اكتشف؟ خصوصا ان رمضان صبحي اصلا السنه دي كان بيمتحن في السنه الثالثه، يعني هو امتحن سنه اولى وسنه ثانيه، لكن لحد دلوقتي هو ما اتخرجش. طبعا هو مش عايز يتخرج اصلا، لانه هيفضل لحد سن 28 بياخد تاجيل من التجنيد. فازاي ما حدش اكتشف الموضوع ده قبل كده؟ انا عارف ان المعهد ده ممكن الناس تعتبره معهد ساهل، واللعيبه بتروح عشان بس مجرد تروح على الامتحانات وتعدي وتبقى موجوده في معهد وخلاص، لكن برضو كان موضوع ممكن يثير الشكوك، يعني انه معهد واحد وسمسار واحد بيعمل نفس الموضوع ده اكتر من مره مع اكتر من لاعب. لكن قد تكون حاجه كويسه ان اللي اتقفش فيها رمضان صبحي مش مثلا حد من لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك. مفيش فرصه ان الموضوع يعني يعدي، لان هو مفيش حد هيقف معاه، محدش اصلا بيحبه. رمضان صبحي مكروه تقريبا من الناس كلها. جماهير الاهلي مش بتحبه، مش طايقاه. جماهير الزمالك مش هتقف تدافع عنه لان هو اوريدي يعني مش لاعبها. فرمضان صبحي الشخص المثالي ان قضيه زي دي تتعمل ونروح لحته احسن. يعني لو كان في ناس شغاله كتير في التزوير في الموضوع ده، لا، خلينا نقف بقى والناس دي تمشي مظبوط. اخر حاجه، تفتكروا القضيه دي، قضيه التزوير طبعا مش قضيه المنشطات، لو كانت حصلت للاعب تاني غير رمضان صبحي، لاعب في الاهلي مثلا او لاعب في الزمالك، كانت هتوصل للمرحله دي؟ كانت هتوصل لمرحله انها تبقى في القضاء، ولا كان الموضوع ممكن يتحل بشكل ودي بقى مع المراقبين او مع المعهد، حتى بالباب الجماهيريه؟ يعني انا هاخد مثال اكستريم، يعني انا عارف ان الشخص ده مش هيعمل كده، بس مثلا ابو تريكه، لو كان ابو تريكه اتلقى ان القضيه دي تخصه، كان ممكن المعهد نفسه يقول خلاص ده حبيبنا، ده احنا بنحبه، ماشي، احنا فاهمين الدنيا، كان ماشي هيرسوا ودنه. لكن ممكن ما كانش توصل للمرحله دي، مش من القضاء، من المعهد نفسه كان ممكن يتقاضى عن الموضوع. لكن هو رمضان صبحي الشخص المثالي للمشاكل.